اتعرف عليكي؟ غصون. ايه؟ غصون يعني غصون. يعني شفتي الشجرة غصون او غصن الشجرة غصون كتير هذا. اتعرف عليكي؟ اولا مساء الخير. تاني حاجه انا اسمي اسماء، انا 25 سنه ومن من محافظه خواش قريه المرغب. تمام. بقول لك بالنسبه لاجراءات الجواز، انت عارفه طبعا الظروف الصعبه، الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي بنمر بيها اليومين دول. تخفيفا على الاعباء على الشباب وعلى الفتيات، لو حبينا انك تتنازلي عن اجراء من اجراءات الجواز، تتنازلي عن الشبكه ولا عن المهر ولا عن القايمه ولا عن ايه بالظبط؟ لو خيروك يعني انك انت تتنازلي عن حاجه من اجراءات الجواز، تتنازلي عن ايه؟ يا ترى الشبكه ولا المهر ولا القايمه ولا ايه بالظبط؟ هو اولا في الذهب عامه احنا ملناش كلام فيه، ايه الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. لانه في الذهب في الاساس اصلا ليه هو، يعني ممكن تاني يوم احنا نجيب الذهب تاني يوم ياخدوا يبيعوا، ده حاجه تخصه هو. اما بخصوص القايمه والحاجات دي حاجات المفروض اصلا تبقى حاجه بسيطه، يعني هي رمزيه اصلا تبقى موجوده على الورق. بس يعني معلش انت سواء انت داخله على جواز مش هتطلقي تاني يوم الا اذا حاطه في نيتك لا هتطلقي، لا انا اكتب قايمه كتيره بس كده. يعني ممكن لو جالك حد ولقيتيه يعني انسان محترم وتوافقتي معاه، ممكن ان انت تتنازلي عن القايمه مثلا ولا لا القايمه لا؟ تتنازلي عن الشبكه ولا الشبكه لا؟ ايه الحاجه اللي ممكن تتنازلي عنها؟ تقولي لا انا هتجوز من غير قايمه، او انا هتجوز من غير شبكه، او انا هتجوز من غير مهر. ايه الحركه الجريئه اللي انت ممكن تتنازلي عنها في الجواز؟ اصل طالما يعني طالما قول السؤال تاني. لا الذهب ممكن انا ما اتكلمش فيه خالص، انا مش هتكلم فيه اصلا، يعني ممكن اخر دبله مثلا دي بسيطه بس. اما بخصوص الماء وكده، الماء اصلا بيتكتب رمز يعني حاجه بسيطه. القايمه دي بقى اللي طالعين بقى في سوهاج بقى عاليه قوي بطريقه فظيعه، يعني ممكن في الثمانينات في المليون اصلا معديه. انا اصلا مش بتفق معايا حاجه زي كده، يعني عادي ممكن تبقى حتى مبلغ بسيط بس. طب هل انت ممكن في يوم من الايام تتنازلي عن القايمه ولا القايمه لا؟ القايمه شيء اساسي. بصي عشان ما ابقاش كذابه، لا ممكن، لا بس زي ما قلت لك ممكن حاجه رمزيه بسيطه بس، يعني حاجه يتكتب مبلغ صغير، مش لازم اللي هو الاوفر اللي احنا بنشوفوه ال 800,000 والمليون والحاجات دي خالص. يعني ممكن تاخدي قايمه رمزيه كام مثلا؟ لا بصي حتى ممكن مش حلوه اني اصلا اخدها، يعني هي لو اتكتبت احسن في الورق، فاهمه؟ وزي ما قلت لك مش هتوصل للاوفر اللي احنا بنشوفوه اصلا. يعني انت ممكن تتنازلي عن الشبكه بس القايمه لا؟ بس في الاول وفي الاخر مش هطلع في الاوفر اللي هم بيطلعوا فيه اللي هو 800,000 900. يعني هتبقي في المعقول. 50,000 30,000 بس كده حلوين، يعني حرام هو وجهه نظر برضه. ايوه بالذات يعني الايام دي اصلا الشباب، يعني معلش ده واحد لسه طالع يعني ولا طلع يشتغل، معلش هو مش والد يعني معاه حته اثار مثلا كده خالص عشان معلش يجيب لك ذهب بمبلغ ويكتب لك قايمه ويعمل لك شقه. اصلا دلوقتي كمان مجبور ان انت بنتك تجيب شقه، يعني يجيب لك شقه. طب ايه رأيك في الأسرة او الأب او الأم اللي بتصر ان على شبكة كذا، على قايمة غالية، على شقة فرشها يعني غالي فخم، رغم ان امكانيات العريس بتكون بسيطة؟ ايه رأيك في الموضوع ده؟ الاهالي اللي يعني تثقل كاهل العريس بمصاريف ملهاش لازمه، انا عايزه فرح بنتي يبقى كذا، انا عايزه مهر بنتي يبقى مبلغ، تحط مبلغ كبير، انا عايزه شبكه بنتي تبقى حاجه فخمه، انا عايزه الشقه فرشها كذا. فايه رايك في الموضوع ده؟ انا اصلا شايفاها فشخره كدابه، يعني انا مثلا معلش انا ابني مثلا لو حطيته مكان اللي هيجي لبنتي نفس الموقف هيحصل، فليه يعني انت حرام عليكي جايه على ده؟ ما دام معلش مش معاه كذا ولا كذا ولا كذا، حتى لو معاه انت حطي ابنك في نفس الموقف. ما انت هتيجي واحده هتتشرط عليه وتقول انا عايزه دهب وعايزه قايمه وعايزه شقه ملك، منين ده كله اصلا؟ ما بتساويش ابنها ببنتها لما بتجوز بنتها، لا انا عايزه شبكه وعايزه مهر وعايزه شقه وعايزه قايمه. لما بتجوز ابنها مش عايزه تجيب حاجه خالص. يعني انا مثلا مامتي اختي في موضوع الخطوبه وكده، يعني حطت اصلا شرطت الشقه تبقى ملك والقايمه مثلا 800 والذهب كذا كذا، فانا بقول لماما حطي ابنك نفس المكان. هي سكتت ماما اصلا خالص، يعني انت فاهمه لما تحطي ابنك نفس المكان مش هتتكلمي في موضوع ذهب ولا موضوع قايمه ولا حاجه خالص. يعني انت اصلا لو شايفاه ابني ناس والدنيا خلاص تمام وكده، معلش يعني تنزلوا شويه، مش لازم تيجي عليه قوي.
عشان الامور تمشي، يعني لو حطت ابنها مكان جوز بنتها لا هي الوضع هيختلف. بس الوضع هيختلف جامد بصراحه يعني وهتلاقيها عدت واتجوزت على الاقل. معلش يعني انت هتخليه يعمل ويعمل ويعمل، عارفه بعد الجواز هتلاقيه متداين اصلا، يعني محتاج فلوس يسد الديون اللي عليه وعايشين في حاجه للتوتر كده. طب على ايه من ده كله؟ هتلاقي الامور بعدين بعد الجواز مش متيسره وفي ديون وفي مشاكل ويبقى ليه طيب؟ يعني لو من الاول خففت الحمل وتوفقوا مع بعض يكون افضل. ما هو بالظبط كده. فعشان كده المفروض والله صح اي ام اصلا تحط ابنها مكان ده اللي جاي لبنتك، وانت هتلاقي الدنيا ظبطت. طب انت لو هتوجهي رساله لكل ام وكل اب هتقولي ايه؟ هتقولي لهم ايه؟ حرام عليكم والله فعلا، حرام عليكم. يعني انا مثلا ماما بتجهزني وكده، يعني ماما بتقول لي حتى زي ما الناس بيجيبوا كتير، انا بالنسبه لي اجيب الحاجات اللي انا استخدمها، مش اجيب حاجات انكلها في الشقه ومعلش اسيبكم انتم متدينين او اخليكم تجيبوا في حاجات. طب ما احنا لو الفلوس دي ممكن نوفرها في حاجات تانية، طب ليه؟ طب ما حرام مثلا. فلا يعني معلش بقى اتنزلوا شويه، واديكم شايفين اصلا الغلا والدنيا اللي احنا فيها، يعني ايه الافتاء اللي احنا فيه ده خالص؟ احنا مستنيين ايه مثلا؟ ما انت ابنك لما هيروح يتجوز يا حبيبتي انت ولا هتجيبوا له شقه ملك ولا معاكي اصلا تجيبوا له ذهب كذا ولا كذا، فخلاص يعني يحاولوا يقللوا شويه في المهر وفي الشبكه عشان ما بقاش يعني بصي هم من الطرفين. يعني برضه اهل العريس بصي في ناس بتيجي تقول لك لا لازم تجيب كذا وكذا، يعني انتوا اتنين مثلا لو متفقين والدنيا تمام انت تتنازل وهي تتنازل خلاص الدنيا تبقى تمام تمشي بس. عموما انا سعيده بمعرفتك وفرصه سعيده ان انا اتعرفت بيكي واحنا هنذيع. انا اسعد خالص، تسلمي خالص، فرصه سعيده ان انا كمان اتعرفت عليك كمان شكرا.